السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل القطايف النهاردة. احنا جبنا كده نص كيلو قطايف وحشيناه بالحشوة المتوفرة عندنا. والقطايف دي انا كنت مفرزاها في التلاجة، يعني حشيتها وحطيتها في كيس تلاجة وحطيته في التلاجة. نطلعه بقى طلعته من التلاجة وهو لسه بصوا، وهو لسه مجمد كده، هو يعني ما نستناش اما يفك، لا وهو مجمد كده هو. نبتدي بقى ايه، نحط على طاسه كده هو زيت غزير، ونبتدي ايه نقليه وهو لسه طالع من التلاجة. حطينا زيت غزير، واول لما يسخن كده نبتدي نسقط فيه القطايف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. حبايبي ممكن تقولوا لنا في الكومنتات انتوا بتتابعونا منين، عشان اتشرف بيكم حبايبي واخواتي من كل انحاء العالم. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله يا رب، وعلى الامه الاسلاميه جميعا. نبتدي بقى نهدي النار عشان خاطر تحمر من جوه ومن بره تبقى مقرمشه. كده وصلت للون الذهبي، نسقط على طول في الشربات بتاعنا. شربات عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية ونص ليمونية. نطلع بقى القطايف على طول، نسقطها في السيرب بتاعها. نحط بقى ايه برضو كمية الباقي، وهكذا. يا دوبك 5 دقايق كده في الشربات، ما نطولش على القطايف في الشربات عشان ما تطروش. نطلعها نطلع كل الكمية.